بادئ حزب مصر المستقبل. حزب مصر المستقبل معانا دلوقتي على الهواء بادئ وهو كمان قال انه هيبتدي من النجوع. دكتور عمرو خالد، اهلا بيك معانا على الطريق الرئيسي. اهلا استاذ مجدي، اهلا استاذ عثمان، اهلا بيكم. يعني تدشين مفاجئ وفي وقت كمان يعني ليه في بعد زمني في مرحله يعني حاسمه وحساسه. هسألك يعني ليه بالتحديد دلوقتي؟ هل في مغزى للاختيار التوقيت للاعلان عن الحزب؟ في كذا حاجه. هو اولا مش مفاجئ، لان احنا من اكتر من سنه بنتكلم، ويمكن في اكتر من برنامج فضائي انا قلت لما اتسالت انت وحزب حزب، قلت لهم وارد جدا ان احنا نعمل. لكن الحقيقه وجدت ان الفتره اللي فاتت فتره صراع على السلطه. انا ما كنتش شايف انه ده الشكل المناسب اللي احنا نريد ان نظهر به. ليه؟ لان احنا في الاخر حزب تنموي، يعني هو اول حزب سياسي تنموي، يعني مركز على القضيه التنمويه. القضيه التنمويه بنتكلم على كيف، بنتكلم على القرى، بنتكلم على من اول الميه، من الامراض المزمنه، بنتكلم على الريسايكلينج، بنتكلم على مصر من تحت. وبالتالي فهو مش داخل في عمليه الصراع السياسي على الكراسي السلطويه، لانه عايز يبني من تحت. فوجد انه لو دخل في وقت قبل الوقت الحالي فده مش من اهداف اللي احنا نريد ان ننطلق منها. احنا متجردين، احنا لا نريد التطلع والتسلق والشغف بالوصول الى السلطه. احنا عايزين من تحت. فوالله اذا كان بنانا من تحت سيؤتي ثماره، فنوسع السكيل اكتر، والناس تقول والله احنا محتاجين التنميه دي تنتقل من القريه الى المركز الى المحافظه، نكبر. وبالتالي يبقى شكلنا شكل محترم، وشكل مش طبعا انا لا اقصد ان الاخرين اي شيء اخر، انا الناس كلها، وانا دايما في منطقه الوسط، لست في صراع مع احد وهفضل مش في صراع مع احد. فاحنا هدفنا تنموي. كان دخولنا قبل كده هيفهم غلط. ضيف لكده حضرتك ان التجربه الانتخابيه الحاليه ايضا لها علاقه بالتوقيت الزمني اللي احنا داخلين فيه. التجربه الحاليه اوجدت اعداد ضخمه من الحياره والتائهين، اللي بيقول لك طب انا مش عارف اعمل ايه، طب انا مش عارف اروح فين، طب انا مش عايز اروح هنا ولا هنا. هذه الفجوه موجوده اساسا عند عدد كبير من الشباب والنساء، وهم الفئتين اللي انا بخاطبهم ويستمع الي واتفاعل معهم. فهذه الفجوه قد تؤدي الى احباط وضعف الانتماء في المستقبل. فوجدت ان لازم علي ملء هذه الفجوه فورا بما يدفع الامل، مش في النهارده، لان احداث اليوم مش انا اللي صنعتها، واختيارات اليوم مش انا اللي صنعتها، مش مسؤول عنها، لكن ممكن مسؤولين كلنا عن اختيارات المستقبل لما نصنع احداث المستقبل. كل دي لها علاقه بالتوقيت الزمني ليه دلوقتي. اللي هو فكره بلا استعجال، يعني تاخد المساله وقتها الطبيعي، الكيمياء تتحرك بشكل طبيعي. لانه فعلا المثل اللي حضرتك ضربته انه في ناس كانت بتقرب لاقرب حد، يعني حتى في المرحله الاولى من الانتخابات بيحاولوا يشوفوا مين ما فيش حد شبههم بشكل مباشر، فيشوفوا مين الاقرب انه يكون شبههم. بعدين هو حضرتك الصراع بيحدث لما تكون مش مالي في الارض بشكل صحيح. لكن انا بقول لك انا عايز ابتدي من القريه، عايز ابتدي من المحافظه، مش عايز كيان في القاهره ويكون هش بعد كده في المحافظات وليس له جذور. لا، ده انا بادي بالعكس، ده انا بادي بالمحافظات، وبادي بدور على الشباب، مش بدور على الرموز الكبيره علشان الحق اخد مكان. لا، ده انا بدور على الشباب الصغير اللي عايز يعمل تنميه، وبادي بطريقه مبتكره. يعني الاعلان عن الحزب، طب هو السؤال، لو هو الهدف تنموي بحت، طب ما هو ده بيتحقق من خلال يعني اكتر من نشاط انت بتخوضه، ليه بالتحديد حزب سياسي؟ احنا لينا تجربه مع التنميه، اعتقد انها الحمد لله تجربه ناجحه، لكنها ذات طابع اجتماعي اللي هي صناع الحياه، ونجحت بالفعل في مشروعات تنمويه كثيره. لكن الانتخابات ايضا السابقه اثبتت ان الافكار الرائعه دون ان يكون لها كيان مؤسسي حزبي قوي ما بتنجحش، ما بتستمرش. وده شفناه في الانتخابات. 13 مرشح، الاثنين اللي وصلوا لسباق الاعاده هم اللي ليهم كيان قوي مستمر. وبالتالي ان تمتلك افكار رائعه لا يكفي وحدها ان تنجح في عمليه التنميه في المستقبل.
دي تجربة الانتخابات. إذا لم يكن لك وده اللي أنا بقوله للحيارى والتائهين الآن، إذا لم يكن لك كيان مؤسسي قوي يسعى لتحقيق الهدف دون فلن تذهب بعيدا. فده رد على سؤالك يا أستاذ مجدي. لا لازم توجد المساحة اللي تصنع فيها حلمك. بالظبط كده. عايز أقول وعشان كده هو طالع في التوقيت ده، لأن التجربة قدام عينين الناس بتقول أفكار عظيمة وحدها لا تكفي. في الآخر من الذي يصل؟ من لديه يعني موضوع الآن في عينين الناس بديهي. يمكن لو قلنا من 6 أشهر الناس تشكك فيه، لكن خلاص بديهي جدا مين الاثنين اللي وصلوا، اللي له كيان مؤسسي قوي. عايز اقول حاجة تانية على نقطة ان احنا مش عايزين حاجة ومش مستعجلين. ان انا بادي بالشباب، يلا يا شباب نشتغل في هذا الامر في مشروعات تنموية. بادي فين بقى؟ بادي على النت. يعني اللي عايز ينضم للحزب ده بيعمل ايه؟ بيدخل على عمرو خالد دوت نت، بيلاقي استمارة عضوية، تسأله مش عارف عن سنه ومحافظته وكده، لكن اهم سؤال طب انت بتجيد ايه؟ طب تشارك معنا في ايه؟ طب تعرف تعمل يعني بيدور على ناس تبني من تحت. وفكرة جديدة ان اول حزب يقول يلا نبتدي من خلال موقع انترنت استمارات العضوية ونبعت لك العضوية لغاية ما يصل عددنا لعدد معين، يلا بقى نتقابل في المحافظات علشان نقوم عاملين اختيار رئيس الحزب. لان انا مش رئيس الحزب، انا وكيل مؤسسين فقط. ده اختياري النفسي. طب هل ده هيبقى على التوازي مع صناع الحياة، ولا هيندمج في فكرة صناع الحياة؟ يعني طبعا لا، احنا من الحكمة والعقل ان صناع الحياة تستمر في دورها التنموي ذو الطابع الاجتماعي، ولا نقص الاوراق ابدا، لان ده لا يصح وما ينفعش. ومش هنعمل غلطة كبيرة ان احنا نلزم صناع الحياة نقول لهم شرط انك تكون هنا. لا نستطيع، لا نملك ان احنا نعمل كده، وما بنفكرش بالطريقة دي، بنفكر بطريقة فيها احترام الاختيارات. دكتور عمرو، يعني تعالى نقيم او يعني نبص كده على التجارب اللي كانت شغالة الفترة اللي فاتت، مثلا زي العلم قوة، وصلت لغاية فين؟ هل لسه الامور ماشية، ولا احنا وصلنا للتارجت بتاعنا، ولا لسه احنا متأخرين ولا متقدمين؟ وصلنا لفين؟ يعني انت قبل ما حضرتك تكلمني بساعة كان بيكلمني احد صناع الحياة اللي واخد مجموعة من اللي كانوا ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، واخدهم الان الى لجنة الامتحان لان هم داخلين يمتحنوا. كان عددهم حوالي 120 واحد خلصوا الدراسة ورايحين يمتحنوا. احنا معانا حاليا في الفصول ما يقرب من ما بين 45 و50 ألف، وهو عدد بكل المقاييس في 4 أشهر يعتبر نقلة انا ما اعرفش انها حصلت في مصر قبل كده. مستهدفنا في شهر اكتوبر نكون وصلنا ل 120,000. المشروع ماشي في المحافظات. انا بكلمكم دلوقتي ومتجه الى روض الفرج. عندي محاضرة هناك في روض الفرج علشان نفتتح فصول محو الأمية الجديدة في روض الفرج، ونشجع ونحفز يعني اهلنا اللي ما بيعرفوش يقروا ويكتبوا، اللي هم غاليين علينا، ان هم يبداوا طريقه تعلم القراءه والكتابه. فالمشروع ماشي، وحجزنا استاد القاهره زي ما كنا بلغنا ووعدنا حلمنا في صناع الحياه ان يوم 6 اكتوبر هيكون استاد القاهره فيه 60 أو 70 ألف. مش يعني مش هيكونوا يشجعوا كوره وزمالك، مع احترامنا لا لو في اهلي وزمالك مش هيبقى في جمهور اساسا. انما هيكونوا تعلموا القراءه والكتابه، ومش هيكونوا ماسكين في ايديهم اعلام الاهلي والزمالك او المنتخب، انما هيكونوا ماسكين في ايديهم شهادات محو الاميه. فده ان شاء الله يوم 6 اكتوبر القادم باذن الله. يعني لو لم يكن الا يعني في ظل الظروف يعني الظروف الصعبه اللي فيها مصر، اللي كل الناس عايشاها وعارفاها، يعني لو لم يكن دي خطوه مجرد خطوه واحده لقدام، فهي اكيد خطوه تحترم يعني في ظل كل اللي موجودين فيه دلوقتي. احنا يا استاذ مجدي يا استاذ عثمان، احنا في وسط الظروف الصعبه اللي احنا فيها احنا محددين اختيارنا، احنا عايزين نبني. ما دخلناش، لم ندخل في الخناق ولم ندخل في الخصومة ولم ندخل كمان في الإحباط واليأس. فضلنا نشتغل ونبني، والناس كل يوم
يعني احيانا حتى شباب صناع الحياه يقوموا قايلين طب احنا بنبني والدنيا كلها في وادي تاني، فاحنا بنقعد نقول احلى حاجه في الدنيا انك تقعد تبني. حتى فكرتنا بتنطلق من نفس الفكره، يلا نبني بالراحه بسنين، مش عايزين حاجه، مش مستعجلين، لا نتلهف، مش متلهفين على شيء. فده الحقيقه وانا اقول لك اتفتحت العضويه على موقع عمرو خالد دوت نت لاستماره العضويه للحزب من ساعتين، في حوالي 4500 دخلوا الى الان في ساعتين. يعني الحمد لله احنا ماشيين بخطى هاديه وعاقله ووسطيه وربنا يكرم. احنا كمان هنشير على موقعنا للحزب. قول لي الحزب كمان، هل في يعني انت قلت لي انك هتبداوا من القاعده يعني، لكن كمان على مستوى هل الحزب في بدايته او في انطلاقه عمرو خالد معاك اخرين من الشخصيات ولا والله في طبعا، بس يعني انا مش مخول ان انا اتكلم الان لغايه ما يعني هم كمان يقولوا، لكن الاتفاق اللي احنا متفقين عليه ان كل رموز الحزب هيبقوا ناس في سن ال30 وال40. ليه؟ لان هم دول اللي بيعملوا التنميه الحقيقيه في بلادنا، دول اللي في الشركات الكبرى، دول اللي بيديروا الاعمال، دول الموظفين في الاماكن القويه، دول اللي بيديروا شركات، دول يعني فهناك في الحزب حتى الان كوادر محترمه جدا 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 في هذا السن، ممكن تكون مش اسماء لامعه لكنهم انجح ناس يعرفوا يعملوا عمليه تنميه حقيقيه. لكن في النهايه هو حزب سياسي هيخوض التجربه السياسيه وهيخوض برضه، وان كان بشكل ممكن يكون ما فيهوش التلهف او يعني لكن هيخوض التجربه والقدر من الصراع وبرضه دخول المعترك للوصول الى السلطه. حزب بكل مواصفات الحزب، طبعا حزب بكل مواصفات الحزب، بس انا عايز اوضح نقطه. في شكلين في التعامل مع قضيه السلطه، ان تدخل في صراع لتحصل على اكبر مكسب في هذا الصراع، وفي طريقه تانية انك تبتدي من اللصقع، تبتدي من احتياجات الناس، فالناس تقول والله استفدنا، فتقول طب انا هكبر حجم العطاء شويه، فتقوم منتقل الى خطوه تانية فيها تكبير شويه، فتنمو تدريجيا باحترام دون ان تبحث عن اي طرق غير عميقه لتحصل على السلطه. فاهمني حضرتك انا عايز اقول ايه؟ يعني عايز اقول ان مش كل طريقه الوصول للسلطه هي فن السياسه اللي قايم على فن الممكن باي شكل كان. لا، مين قال ان هو ده الشكل الوحيد؟ هناك اشكال اخرى، ولا ادعي ان خاصة لما يبقى المجتمع محتاج لمثل هذه الاشكال الاخرى، ويكون المجتمع اساسا خارج من مراحل فيها نوع من انواع يعني الانتهازية في السياسية بشكل كبير لدرجة ان هو مش قادر يستوعبها، فهو يحتاج الى يعني بعض رؤية مختلفة، ده ممكن يجمع الناس كمان اكتر. بالضبط. اذا هناك احتياج، يعني انا منطلق من فكرة ان هناك احتياج حقيقي في المجتمع، وهناك شيء من الضبابية عند عدد كبير من الجيل الشباب والنساء. الحكاية دي تملأ بشكل صحيح وبشكل عاقل وبشكل هادئ، وتاخد لها سنين، وما فيش مشكلة انها تاخد لها سنين اذا كان الواحد متجرد مش عايز شيء. دكتور عمرو خالد، يعني لما يبقى في يعني اكيد هيتاخد الكلام ده، يعني هيستقبل بشكل كبير جدا، لانه الناس كمان يعني عثمان شافت مع تجاربها مع عمرو خالد انه يعني هو راجل دايما بغض النظر كمان عن تأثيره هو شخصيا، هو راجل بيدير بشكل جيد، يعني يدير اعماله بشكل مؤسسي، مش منفرد. جيد. نتوقع انه يعني حزب تدشين الحزب النهارده يكون يعني بدايه الحزب قوي ان شاء الله. ان شاء الله. دكتور عمرو، طبعا بمناسبه الاداره، وانت عارف احنا طبعا لازم نبقى متوقعين دايما انه لازم في حته خفيه مش ظاهره، وتاثير طبعا واحد زي دكتور عمرو خالد. دكتور عمرو ليه مش ظاهر في الهيصه اللي احنا فيها دلوقتي؟ في ناس محتاجه حد يقول لها تختار مين من الاثنين المرشحين. هل ده خوف على يعني شعبيتك، ما انتش عايز تبدي اتجاهك يا دكتور؟ دي حاجه. الحاجه الثانيه، على الفيسبوك ناس بتسالك بتقول لك هل الحزب ده طريقك لرئاسه الجمهوريه بعد القادمه؟ ما اعرفش، يعني مش بفكر. انا بجاوب على السؤال الثاني الاول. مش بفكر كده، لا حقيقي والله انا فعلا مش بفكر بالطريقه دي. بص يا استاذ عثمان، انا عايز اقول لك حاجه.
انا حاليا في منتهى السعاده. مم. يعني الشكل الحالي اللي انا فيه، الناس بتحبني الحمد لله، مم. مش في صدام مع حد، مستقر، كرام، يعني عايش عيشه كريمه. مم. يعني انا مبسوط الحمد لله. مم. يعني مش ناقصني حاجه اسعى اليه. ولذلك لا، انا ما بفكرش كده ان ده طريق الى كذا. مم. انما اللي انا متاكد منه ان هناك احتياج وواجب وطني، وجيل شباب بيأمل فيا ان انا اساعده في طريق افضل، واساعد نفسي كمان ان انا اجيب لبلدي ولولادي. يعني مش بس بساعد الاخرين، انا كمان محتاج لولادي طريق افضل، لانهم عايشين على ارض البلد دي. وبالتالي فانا مش عارف افكر بالطريقه دي، ان دي عشان اوصل لدي. ما بحسبهاش كده حقيقي، والله بكلمكم بصدق. النقطه الثانيه الاولانيه، يعني انت ليه عايز، انت حضرتك سالتني كام سؤال لغايه دلوقتي؟ من بدايه اللقاء قول مثلا 12 سؤال. طب وانا جاوبت على كام سؤال؟ على ال 12 الا ده بقى اللي الا ده. حتى هو كان هيبقى رقم 13 فيعني لا انا عايز اقول لك ان الحدث الحالي اللي احنا فيه حدث انا لم اصنعه ولم نصنعه نحن. ده نتيجه معادلات كتيره جدا 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 لم نشارك في صنعها. فانا مش مسؤول عنه، لكن انا مسؤول عما نشارك في صنعه الان لبكره. عشان كده سميناه مصر المستقبل. فده اجابتي على سؤالك. ما اعرفش انا جاوبتك اصلا ولا ما جاوبتكش. لا انا نعتبرها لك اجابه. اعتبرها اجابه يعني بالصداقه يعني. دكتور عمرو خالد، كل التوفيق، بشكرك شكرا جزيلا. كنت معانا على الطريق الرئيسي.